سلام بنات، مع نهاية الجزء الأول غادي تكون اليوم حلقة زوينة بزاف. غادي تبدأ مع بهار وأنيس غادي هاربة من العدالة. بهار بعد ما قامت بتصفية كنان زوج دنيا. غادي تقول ليها وهي فرحانة ميسون، فرحت بزاف حيت غادي تمشي، وغادي يقول لها ميسون تهلاي في راسك. قالت لي عافاك تهلا في اختي بزاف. وغادي يشكر علاء، غايقول لي شكرا انت اكثر من خويا، وغادي يعنقو. قال لي شكرا على هاد المجازفة اللي درتي معايا. غتقول لها ميسون تهلاي في راسك، وغادي تبقاي انت هي اعز اخت عندي، وراكي عزيزة عليا بزاف. غتقول لها حتى انت اعز اخت. وغادي تعنقها، وغادي يبان ان الحوار كان في خاطرهم بجوجات. وهي غاده غتقول لها عافاك سلمي على بابا الياس وبابا امير، قولي لهم عيد اب سعيد. كنت باغا ندوزو عليه معاهم ولكن ما كتبش في ديك اللحظه. هما كيسلموا عليهم وغادي طالعين الباخره، غادي يوقفوا عليهم رجال الشرطه. وغيقول ليها بهار انتي راه الاعتقال بسبب تصفيات كينان. هنا ميسون غادي تبدا تضارب معاهم، وانيس وعلاء هنا غتجرها ميسون. قالت لها يلا هاربي، قالت لها ما نقدرش نبقى هاربه من العداله. وهنا انيس كيقول لها هربي يا بهار، هربي ما ترجعيش نهائيا. غادي تقول لها ميسون هذه هي الفرصه ديالك باش تلقاي الحريه ديالك، هربي. ولكن ما غاديش تبغي بهار. غتقول لها لا ما نقدرش نخلي انيس غادي نشدوه في بلاصتي. غتقول لها ما نقدرش نبقى هاربه حياتي كامله، صافي عييت. وفي ديك اللحظه غتدفع ميسون، وهنا غتجي فيها واحد السياره، وغتكون ميسون حامله. امام الصدمه ديال بهار وهي كتشوف ميسون مغمى عليها، كتقول لها عافاك جاوبيني، عافاك شنو وقع ليك. وهنا انيس غيبدا يغوت وغيحاول يدفع الرجال. علاء غيدفع رجال الشرطه وغادي يجي عندها. وفي ديك اللحظه غادي تبقى ميسون طايحه في الارض، وغيلقاو القبض على بهار. ميسون كيقول لها جاوبيني عافاك، عافاك قاومي على قبل ولدي. وهنا غادي يتم الاعتقال ديال أنيس ومنار. منار كتغوت وهي كتقول لها ميسون لا ما خاصكش تفقدي الجنين ديالك، لا اختي نوضي، عافاك ميسون. هنا غادي نشوفو ميسون في المستشفى، وغتقول لها الطبيبة للأسف غادي تجيب التحاليل. غتقول لها للأسف ما قدرناش نقضوا الجنين ديالك، الإصابة كانت عندك خطيرة وطحتي على كرشك، ما قدرتش باش نعاونك. وغادي تبدا تبكي ميسون. غادي تقول له للأسف خاصك دابا تكون معاها، حكاش هاد الفترة اللي كدوز منها صعيبة بزاف تاع الإجهاض، ولكن عندي خبر آخر ليكم وغادي يكون صعب من الخبر الأول. غتقول لها ميسون راه وقعت لك مشكلة كبيرة في الرحم ديالك، وما غتقدريش تحملي نهائيا، ما عمرك ما غادي يمكن لك تكوني أم، لأن الإصابة كانت عندك قوية بزاف. خاصك توقفي على رجليك وما هادشي ما يحطمكش. وغادي تقول لها لا كيفاش هادشي وقع. غادي تقول العلاء عافاك وقف معاها، ولا احتاج اي استشاره طبيه صيفط ليا، وغادي نصيفط عند شي استشاري باش يعاونها نفسيا. غادي تخرج ميسون وهي مصدومه من اللي وقع ليها، وغادي يقول لها خرجي كلشي غادي يكون مزيان، غادي نصيفطك لاوروبا وغادي يكون كلشي بخير. وهنا غتجي السلطانه، غادي تكون منهاره ميسون غتعنقها. قالت لها فقدت الجنين ديالي وعمري ما غادي نكون ام نهائيا. غتقول لها السلطانه لا، كوني عندك يقين بالله بانك غادي تقدري تولدي مره اخرى. قالت لها لا، راه قالت لي الطبيبه عمري ما غنقدر نولد. قالت لها خاص يكون ايمانك قوي بالله، ما تبكيش بحال هكا. غادي يجي علاء، غادي يقول لها يلاه نمشيو للدار. غادي تقول لي عافاك عطيني شويه الوقت، ما قادراش. هنا غادي نشوفوا انيس بعد ما تلقوه الشرطه، وغادي يمشي عند منار اللي غادي تكون منهارة على حسب ميسون وسمعت الخبر. غادي يقول لها واش انتي بخير. قالت لي كيفاش يمكن ليا نكون بخير، انا ماشي بخير، انا السبب، حرمت اختي من الجنين ديالها، انا السبب، اختي عمرها ما غادي تبقى تولد بسببي، وقع هادشي كامل. غادي يقول لها انيس بركه فكري في راسك. غتقولي ما يمكنش عذاب الضمير، انا بسببها، انا اللي دفعتها، هي كانت كتحاول تعاوني. وغادي تقول لي هو سمعتي عليها شي خبر. قال لها ما سمعت حتى خبر عليها. وغادي يقول لها عندي غير خبر لك نتيا، راك دازت المحاكمه ديالك وكنت كنوجد في الملف ديالك، وراه حكموا عليك ب 16 سنه ديال السجن. وهنا غادي تقول ليه بهار ماشي مشكل، انايا بقيت في الحبس درت هاد الجريمه وخاصني نتعاقب عليها. غيقول لك كيفاش كتقولي بحال هكا، انا ما نقدرش
أنا ما نقدرش تخلّيني بحال هاكا، ولكن غندير المستحيل باش ندير الاستئناف باش تخرجي. قالت لي بحال 16 بحال 10 سنين بحال 4 سنوات بحال. المهم هي ميسون تكون بخير. غادي تقول ليه دابا أنا هاد الجريمة اللي درت كبيرة وهذا هو العقاب ديالي، ولكن العقاب كان مضاعف ميسون. وغادي تنهار بهار. غادي نمشيو عند دنيا اللي غتدخل القصر، وغادي تلقى الزوجة الجديدة ديال محمود أمير. غادي تدخل وغادي تسمعها كتعطي الأوامر الخادمة، غتقول لها تبارك الله عليك، شديتي القصر، خربتوا القصر وجلستوا فيه كاملين. وغادي تقول ليها واش ما حشمتيش، بغيتي تاخدي البلاصة ديال الأسياد ديالك. هنا غادي ينزل أمير، غادي تقول ليه فين غادي انت والأميرة ديالك. وغادي تقول ليه هادي اللي دخلتيها للقصر، انت اللي خرجتي على العائله، انت والقتاله ديال بنتك. غايقولها شنو كتقولي؟ قالت لي القتاله ديال بنتك غادي باغي تشوفها في الحبس، هي السبب خرجت لينا على العائله كامله. حطمتوا العائله ديالي، دخلتي هاد الناس حتى تحطمت العائله، كلشي مشى، هي السبب. قتلات كينان راه هو في المستشفى في الوضع السريري، غيغوت غايقول لها بركه اسكتي ما تقوليش بنتي بحال هكاك. قالت لي هي قتاله، وانت اللي دخلتيها لحياتي. بسببها الحفيد ديالي تاع ميسون مشى، وبسببها وقع هادشي كامل. شنو دار ليكم كينان حتى ديروا ليه بحال هكا؟ راه هو في السبيطار ميت سريريا. بنتك بسببي انت انسان فاشل، خرجتي على حياتك بسبب الاغلاط ديالك، حنا كندفعوا الثمن ديالهم. وهنا غادي تجيها الزوجه ديال محمود، غتقولها بركه زوجك انتيا اكبر مجرم شافته عيني. قالت لها زوجك انتيا هو السبب في الموت ديال عائلة آتيش، عفوا أنيس، هو السبب ديالهم. وهو مشارك مع الأم ديالك، كانت كتعطيه الأوامر وسمعتهم أنا. هنا غادي تقول الحقيقة اللي كانت سمعت. غادي تقول ليها الأم ديالك هي اللي كانت كتعطيه الأوامر باش يقتل ميرفت الزوجة الأولى ديال محمود. غادي يجي هنايا محمود يقول لها شنو قلتي، واش سمعتيهم، واش هادشي بصح؟ غادي تقول لي انا ما كنتش باغا نقول لك على قبل المشاكل، ولكن راه سمعتو كيعاود في المطبخ، وعرفت ان الام ديالك هي السبب في هادشي كامل، هي اللي عطاتو الأوكي باش يدير. قالت لها لا ما يمكنش، واش حياتي انايا كلهم كانوا كيضحكوا عليا. غادي تقول دنيا وغادي تكون مصدومه. غادي يقول اليوم غادي ننهي انا الحياه اللي كملاتو منار، اللي بداتو منار غادي نكملو انا، عفوا بهار. وغادي يمشي يجري محمود، غادي تتبعو الزوجه ديالو. قالت لي لا، ما يمكنش لك تحطم حياتنا، ما يمكنش لك دير بحال بهار وانيس ها هما تفرقوا. غادي يقول لها خليني انا، لكان هو السبب، خاصني ننهي الحياة ديالو، لانه هو نهى الحياة ديالي، بنتي في السجن، الزوجة ديالي الاولى راها في القبر، ما يمكنش نبقى بحال هكا. وهنا غادي تقول لي عافاك ما تضيعش حياتنا، غادي تمشي للسجن اشنو غتستافد، هو راه ميت واكيد غادي يموت وغادي تعانقو. غادي تقول لي ما كنتش باغا نقول لك هادشي حيت عارفاك شنو غادي دير. هنا غنمشيو عند الدنيا اللي غادي تكون منهارة في البيت ديالها وكتغوت، غتقول حياتي كلها كانت عبارة عن خدعة، كل شي ضحك عليا، الزوج اللي كنت مدايره زوجي، الام ديالي، كل شي خدعة. هنا غتدخل عند البنت ديالها وغادي تكون مصدومة، غتقول لها باباك صدق مجرم، اكبر مجرم، والجد ديالك مجرمة، بنت الخال ديال مجرمين، حنا عائلة اهاتان كنا مجرمين. وغتبدا تهرس في التصاور، غادي تخرب الغرفه كامله، وغتمشي للصوره ديال امها وغتقول لها حتى انتي كنتي اكبر مجرمه، انتي سبب هادشي كامل، كنتي كتعطي الاوامر الكنان، انتي اللي خرجتي على حياتي. وغادا تبدا ترمي عليهم، غتقول لهم علاش كنتو كتخدعوني كاملين. وهنا غتضرب واحد الصوره وغادي تدفع بنتها حتى غتضرب لجبهتها. غتقول لها بركه ماما انا عييت من هادشي، رجعتي للحاله ديالك بعدي مني. وهنا غادي تبان دنيا وهي منهارة وكتبكي، قالت لي بعدوا مني نتوما كاملين، هاد الحياة ما بقاتش عاجباني. وغادي تهز واحد الدجاجة اللي غادي تلقاها وغادي تبغي تضرب ايدها. غادي نمشيو عند السلطانة ميسون كتفكر السبب اللي وقع ليها باش غادي تحرم من الخلفة، وغادي تفكر كيفاش دفعتها بهار. غادي يجي علاء غادي يوقفها، يقول علاش مديره ليا هاد الحاله، حشومه عليك، اجي نرجعو وانا غنكون السند ديالك، بغيتيني نسفرك لاوروبا، نقلب لك على الطبيب اللي يكون واعر، هو اللي غيدير لك اي عمليه بغيتيها. علاش مديره ليا بحال هكا، معذبه راسك ومعذباني حتى انا راه ضاع ليا الولد ديالي. غتقول لي سلطان
عطيها عافاك ولدي شوية الوقت. قال لها لا، الوقت انا محتاجه، خاصها هي تساندني وانا نساند. هذا الوقت خاصنا نوقفوا مع بعضياتنا، ماشي هي في بلاصه وانا في بلاصه. عافاك ميسون، اجي يلاه رجعي معايا للدار. غتقولي ما يمكنش ليا نرجع، ما يمكنش ليا، انا كنشوف في وجهك كنشوف الطفل ديالي وانت كذلك. لهاد السبب كله غادي يمشي للطريق ديالو. انا ما نقدرش نبقى معاك، غادي نتفرق انا وياك. صافي، هذه هي النهايه، من الاحسن اننا نطلقوا. وغادي يقولها شنو كتقولي؟ غادي يكون مصدوم من الهضره اللي قالت. قال لها ما يمكنش انا نفرقك نهائيا. غيشد لها في الايد ديالها. قال لها انا هو السند ديالك اللي غادي نبقى معاك، وانتي غادي تبقاي معايا. وهنا غتحيد ايدها وغتقولي لا صافي سالينا. وبهذا غتكون الحلقه سالات. مع